ديربي ليفربول وإيفرتون يشتعل باشتباك بالأيدي بعد استفزاز نجم إيفرتون للجمهور. كما كانت أحداث الديربي مشتعلة طوال 90 دقيقة، زاد اشتعالها عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية. الديربي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين في الوقت القاتل على استاد جوديسون بارك في اللقاء المؤجل من الجولة ال15 من الدوري الإنجليزي الممتاز. أصحاب الأرض خطفوا نقطة التعادل في الدقيقة 98 بهدف جيمس تاركوفسكي، الذي كان به شبه تسلل قبل أن تؤكد تقنية الفيديو قانونيته. وعقب إطلاق صفارة النهاية اتجه عبد الله الدوكوري نجم إيفرتون لاستفزاز جماهير الريدز محتفلا أمامهم بالتعادل في الوقت القاتل، بينما كانوا يظنون أن فريقهم سيعود بثلاث نقاط. تصرف دوكوري لم يعجب كوردون جونز لاعب ليفربول الذي لم يتردد في الاشتباك معه. لاعبي ليفربول وخاصة القائد فيرجيل فان دايك حاولوا تهدئة زميلهم لكن دون فائدة. السيطرة العصبية على الجانبين اللي اضطر رجال الأمن الموجودين حول الملعب التدخل لمحاولة الفصل بين لاعبي الفريقين. ولحد هنا نكون وصلنا الفيديو. ما تنساش تشترك في زر الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.